علي فقال يا حسين من أفضل جهة من النسب؟ قال أنا يا رسول الله. يكفيني فخرا بأن جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكفيني فخرا بأن أمي فاطمة الزهراء، يكفيني فخرا بأن أبي الإمام علي بن أبي طالب. فقال سيدنا رسول الله يا حسين إن كان هذا هو نسبك فاسمع إلى ما هو نسبي، فأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن مضر بن نضار بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن معد بن عدنان بن سام بن ساروخ بن مهلا بن أرفخشيد بن قيلان بن إسماعيل بن إبراهيم بن نوح بن شيث بن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى جميع الأنبياء رحمة من رب العالمين. ليلة التكريم للوالدة الكريمة أقول لها كما يقول المولى تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. إذا ماتت الأمة التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل لنفسك شيئا نكرمك من أجله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ليلة التكريم للوالدة الغالية حرم المرحوم الحج إبراهيم أبو عسكر رحمة الله عليهما، مشاركة أيضا لأبنائه الأعلام الحج محمد إبراهيم عسكر كذلك الحج هاني إبراهيم عسكر والأستاذ إبراهيم عسكر، حج خليل إبراهيم عسكر، أبناء العمومة الأكرمين الحج السيد خليل عسكر، حج الشاكر إبراهيم عسكر، كذلك أيضا المهندس إبراهيم عسكر والوالد الكريم الأستاذ خليل أبو عسكر. شاكرين إليهم وإلى حضراتكم جميعا وإلى جميع عائلات قرية السلام بيتا بيتا ورجلا رجلا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مسك الختام لهذا المقام القرآني الكبير فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد السيد عمران قارئ مصر والعالم الإسلامي هيأ نفسه للتلاوة الآن فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن
سيجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا
فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. صدق الله العظيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم واتبع ما يوحى إليك واصبر، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، 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 واصبر حتى
واصبر حتى يحكم واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة. كانت لنا مسك الختام في هذا المقام القرآني تكريما للأم الغالية رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان كريمة عائلة أبو عسكر الأكرمين بمركز مدينة القصاصين بقرية السلام بعزبة الخفيج. سيدين المولى تبارك وتعالى لها أن يغفر لها ويجعل هذه الليلة خير لياليها يا رب العالمين. سعدنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة من آيات الله البينات. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد عمران قارئ جمهورية مصر العربية والموقيف بالقصاصين بقرية أم عزام بعزبة أبو وهبة. من داخل قصور الضيافة والإنارة الذهبية إدارة الحاج محمود شميس تحت إدارة المهندس حسام علي محمود شميس القصاصين الجديدة محافظة الإسماعيلية. نقلت على الهندسة الصوتية عبر محافظات جمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج محمد العزازي وأبناء القصاصين عزبة الجميزة. تنقل على قناة
المهندس علي داود على قناة اليوتيوب العالمية مراسم هذا العزاء. كان معنا من قرم الضيافة والإدارة الفندقية إدارة المتر حسن البعلي والموقوف بالقصاصين بعزبة الجميزة. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نترككم